أنا كتبت عندي في الورقة إن 3 في 9 بيساوي 3. زميلي اللي قاعد جنبي سألني عملت إيه في الامتحان؟ قلت له الامتحان كان سهل قوي، بس في الحقيقة أنا جبت 0. أبويا اتجنن مني، انفجر غضب عليا، بس أنا ما حسيتش بزعل. المدرس طلب مني أقرأ الدرس بصوت عالي، قلت له إن الحروف كانت بترقص. المدرس فضل يزن عليا إني أقرأ، اتعصبت وفجأة الفصل كله انفجر ضحك. اترفدت بره الفصل، بس برضه ما اهتمتش، بالعكس فضلت أرقص في الطرقة. كل الناس كانوا فاكريني أهبل، بس أنا ما كدبتش، الحروف دي كانت دايما بترقص قدام عيني بجنون. اسمها عسر القراءة، لكن أبويا كان فاكرني كسلان وغبي، بعتني مدرسة داخلية. وأنا بشوف أهلي سايبيني كان نفسي أصرخ. امتنعت عن الأكل والشرب وكنت بهرب الحمام أعيط. المدرس كان بيرمي عليا طبشور وإيديا كانت بتضرب. نقطة التحول كانت في حصة الرسم. المدرس وزع ورق فاضي وقال لنا نبدع براحتنا. فضلت أبص للورقة ومش قادر أعمل حاجة. المدرس لاحظ إن في حاجة غلط، ما زعقليش، قلب كراستي بسرعة ولاقي كل الكلمات اللي كنت بكتبها غلط مكتوبة بالعكس. ساعتها فهم إني كنت متفهم غلط. المدرس حكى حكاية، كان في طفل بيكره القراية، يمزق كتبه، يكسر أقلامه ويشوف الأرقام على إنها عناكب. وسألنا مين الطفل ده؟ الفصل كله انفجر ضحك. أنا اتوترت لأني كنت الطفل ده، بس المدرس قال إنه كان أينشتاين. رفعت راسي فجأة. في ناس بتشوف العالم بطريقة مختلفة، بس في الحقيقة هم عباقرة. وأخيراً ابتسمت في الحصة اللي بره. زمايلي كانوا بيلعبوا براحتهم، أنا غرست أقلام رصاص في عصيان واستخدمت ورق الشجر كأنه شراع، وبنيت مركب صغير يمشي لوحده. ولما شافني المدرس وزمايلي سفقولي كلهم.